هذا اقول لك مبروك تلعب قدام الهلال على ارضه بين جمهوره وتكسب نقطة. والله مو مبروك يعني اوكي يعني في العصر هذا مبروك، لكن التاريخ يقول لا. التاريخ القديم يعني. الحمد لله على نقطة ممتازة. احنا صدقني فرحانين اكثر شيء انه ناقصين هذا الكم من اللاعبين، هذا الكم الكبير من اللاعبين، ونلعب بالاداء هذا. ابغى اقول رسالة قوية لكل من انتقد ميدو. ميدو مدرب كبير، مدرب كبير. مين كان عندنا الدور الاول؟ مين كان عندنا الدور الاول؟ كاريلي صح، مدرب اللي طلعوه السما صح. مع احترامي وتقديري له في مكة وكاملين العدد 3-0 الشوط الاول، ولو ما غيرنا احنا تدخلنا بين الشوطين، حتى غيرنا التكتيك معاه عشان نلحق المباراة. كيف تتدخل بمدرب طبعا يتدخل، طبعا التدخل ايجابي، لازم يتدخل. ولا ما يتدخل ماله في الرياضه، المفروض ما يلعب، ما يدخل في الانديه ولا يشتغل في الانديه. لازم يتدخل تدخل ايجابي. خاصه انا انسان متخصص يعني. باقي الموسم ميدو ما نقدر نتكلم الان، لكن انا فعلا مقتنع بهذا الرجل اقتناع كبير جدا. مدرب تكتيكي على اعلى مستوى، مدرب شاب لازم ندعمه، مدرب عربي، نجم عالمي كلاعب، وحيكون مدرب عالم. بتذكروا كلمتي مع الوحدة وغيرها يعني حتشوفوه. لكن الحمد لله، شكرا للاعبين الرجال، أدوا مباراة كبيرة. وأنا قلت لهم قبل يومين ترى ما عندنا نقص، لأنه كلكم رجال عندنا وكلكم نثق فيكم. رغم انها ما بقول مبروك للرجل يعني اللي بقول اسمه الآن، لكن أقول له يعني اي ما كان بقول له انه وجودك كرئيس اعضاء شرف لنادي الوحده ورئيس فخري للنادي ترى بيقلب الموازين كلها. هذا ملمح، هذا مؤشر بسيط جدا. اليوم توفيق الله عز وجل، ثم وجود ابو ناصر هو الحافز الكبير جدا للاعبين. واقول ما بتكلم على الجماهير، جماهير في تويتر كل سولفوا لهم الحق، لكن في اعلاميين صراحه نزلوا من عيني. هم يعني في منهم اللي نازل خلقه، وفي نزلوا ذي اليومين. الوحده ناقصه وجايين يبيعوها ومدري واسقاطت على ابو ناصر، صح ولا لا؟ نتكلم الحقيقه. من اكثر يعني مباراه حفزنا فيها ابو ناصر اليوم، ومكافآت كبيره للاعبين من قبل المباراه وطول الاسبوع يحفزنا. مش عشان هلال، عشان الان لا هم يقولون عشان ابو ناصر انه هلال. اي والان انا اتكلم هذا الكلام، ممكن الهلال يقول لك ليش يحفز، صح ولا؟ تعرف السوالف انت. لا، هو الان رجل الاول في الوحده، عرفت كيف؟ فما همه المقابل، ما الفريق المقابل. فاتمنى نرتقي ونستفيد بصراحه. اعلام يعني هذول الاشخاص هذول، مش كل الاعلام طبعا، عندنا اعلام محترم يعني. صراحه انا اتمنى انه رجال الله السلمي يبدا يقصقص رؤوس. والله من جد صراحه مشاكس بصراحه شيء مسيء للاعلام الرياضي، والبلد عظيم مثل المملكه العربيه السعوديه انه يكون في شخصيات مثل هذه. لازم، ما عاد في مجامله صراحه. نبغى الاثاره نبغى، بس هذه مش اثاره.